بدات اشتر كتكوت، كل سنه وانتم طيبين وطبعا رمضان كريم. قمت من النوم كده قبل المغرب بنص ساعه، قلت يا لهوي الوقت اتاخر كده ليه. دخلت على الاوضه كده لقيت عامله زي مائده الرحمن، اللي قاعد ماسك التليفون بيلعب جيمز، واللي قاعد بيحب في التليفون، واللي نايم، واللي بيعمل اللمبه، واللي بيلعب على السرير. قلت لهم في ايه يا حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده، حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل، ده انا قصيره مش طايله ورقي ناشف وصايمه. بس قلت يا بت وعادي، مسكتهم كده بهم طفح وغير اللي مسكت فيهم وقعدت ارج فيهم. ايه يا عم انت هو اللي انتوا بتعملوه ده، زهقتوني في عيشتي، انتوا حتى ما بتنضفوش مكانكم ولا حتى بتقوموا تشيلوا مواعين. ايه ده؟ قلت لهم احنا بقينا مغرب وهنعمله فطار. قالوا احنا عايزين نعمل حواوشي وكل واحد طلع حاجه. قلت لهم ايه ده، انتوا كنتوا نايمين على اللحمه ولا ايه؟ وجابوا لي البصل واللحمه والخضره وكل حاجه، وقعدت تحط نطه على السرير تقول عايزين شواوحي. هو انا هلحق اعمل شواوحي قبل الفطار ب3 دقايق يا ولاد؟ على العموم بقى صلوا على النبي، ما ننساش اللايك الجميل والكومنت اللذيذ والشير الشقي. وتعالي بقى اعلمك يا بنت خالتي انت وهي ازاي تعملي 34 رغيف شواوحي ب70 جنيه. يلا بينا نبدا. جبت شويه بهارات توابل هنديه باكستانيه وحطيت كله على القلب بعض، رحت عجنهم لقيتهم مش هيكفوا. قلت ده احنا عندنا مجاعه هنا. لقيت كده كان عندي ربع صدق حطاه في الغساله طلعته، وعشان ريحه الزفاره كده قلت اخده فمين. جبت شويه طماطم قطعتهم وشويه فلفل لقيتهم بايظين، قلت يا بنت خساره حرام بدل ما يترموا الحاجه بفلوس طبعا. رحت نازله عليهم بقى واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، اديله لحد ما اديتهم على هناك وقطعتهم كلهم بغيظي وغلي. وانا متغاظه من الناس اللي قاعده دي. انا متغاظه منهم ليه بقى؟ عشان هيصرفوني تحويشه عمري 70 جنيه اللي هعمل بيهم 34 رغيف حواوشي. وشويه الطماطم حطيتهم على السجق كده ورحت بصوا، رحت مغيره الاوت فيت وخدت بعضه ونزلت، ورحت نازله جاري طبعا خلاص الكوران كان اشتغل وفاضل 3 دقايق على الفطار. هل هنلحق يا اولاد؟ قالوا لي عجينه في البيت. قلت لهم ناقصنا عجين في البيت، انتوا فاضيين ولا ايه؟ وقعدت كده نحط لحسه في كل رغيف علشان طبعا يكفيهم كلهم عشان احنا عندنا ناس. ورحت بقى حطيت اللحمه كلها ورحت ماسكه السجق حاطاه. انتوا بتقولوا على عندكم صدق ولا سجق؟ ورحت عامله حته وليمه عيش بلحمه، انما ايه تستاهل بقك يا بنت خالتي انت وهي، والله تستاهل حنكك. وكل ده بكام ما تعرفوش؟ ب70 جنيه بس. بكام يا مؤمن؟ ب70 جنيه. حط اللايك بيختار الله ليسي، وطبعا اللايك ما يحلاش غير بالكومنت معاه، وشير بقى لغيرك عشان كمان تستفيد وهي تستفاد. رحت ماسكاهم كلهم كده مقفلهم كده اكن بنقفل على ناموس. قلت لهم كملوا بقى لما نروح نجيب شويه شيبس وشويه حاجات من الماركت ونيجي. رحت جبت شيبس كده وطبعا بدور على حاجه تكون مش مقاطعه، اوعاكم تكونوا بتاكلوا مقاطعه يا ولاد. قلت تعالى نجيب شويه ترشي لان العيش بلحمه ما ينفعش غير بالترشي. انتوا بتقولوا عليه بقى عندكم تقولوا عليه عيش بلحمه ولا حواوشي؟ اديت الراجل 10 جنيه ورحت تاني على الفرن. لقينا خلصنا الوليمه دي قفلناها، اديتهم للراجل قلت له حطهم في الفرن. لقيته يا غبي قلت له اعمل المغرب هيأذن. قال لي لسه فاضل على المغرب دقيقه ونص. خدتهم انا من ايدي رحت حطاهم في الفرن. ولا اجدعها صنايعي فران، لازم تتعلمي وتبقي شطوره ولهلوبه وتعملي حاجتك كلها في نفس الوقت. رحت محاسبه طبعا على 70 جنيه. رحت مخلصه كده كل الكميه. الراجل قاعد يقلبها لي. قلت له استنى بقى انا هطلع عشان احنا خلاص بقينا مغرب. ولقينا كده اذان المغرب رفع، وراح جايبه الفرعون الكبير الصغير. قال لي انا كسر صيامنا ونفطر. قلت له ناكله هنا والباقي بنوديه لهم في البيت. يا ابني طب الناس الجعانين اللي مستنينا في البيت دول. قال لي يا ست ولا يهمك. ورحنا قعدنا كده وشربنا عصير وخدنا الوليمه بتاعتنا وروحنا. واحنا ماشيين في الشارع رحنا بقى للشخص المنقرض ده، لقينا جايب وجبه ندور جايبها منين، كان قاعد على مائده رحمن عشان ما هو ما استناش لحد ما نجيبه الفطار ونيجي. وهنا حور قالت بسم الله وبدات. وهنا بقى الكابتن كريم بدا قال الله الله ايه الطعم والجمال ده يا ولاد. وانا طبعا بدات بالشيبسي قلت اما ادوق والله العظيم عمالي ايديا وحياه عينيا يا ولاد. تسلم ايديا بجد بجد تسلم ايديا. ما تنسوش بقى تقولوا لي فطرتوا النهارده وتتسحروا ايه. وهنا بقى ابن خالو الفلاح قال انا هناخد صدق، كل صدق كل ما خليناش ولا واحد. وهنا بقى الفرعون الكبير الصغير بيقول لكم يور فانتاستيك. يلا سلام عليكم.